الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهارده. بنغسل بقى البطاطين. كل سنه وانتم طيبين، الشتاء داخل علينا. رؤى بقى واقفه معايا عماله تتنطط اهي. نسيت صراحه ان انا اعمل لكم من اول ما البانيو يكون فاضي، بس انا بغسلهم في البانيو. حطيت ميه نضيفه خالص، وحطيت برسيل جل، برسيل من العادي ده كيس كبير اهو. وحطيت كمان هوريكم كده حطيت كولوريكس. حطيت دول في الاول، ولسه برسيل جل هحطه في المره التانية في الشطفه التانية. يعني حطيت دولي بس كده علشان ينزلوا بقى لو وساخه وتراب وكده. وسايبه برسيل الجل ده بيدي ريحه في الاخر كده جميله جدا. فانا بقى معاكم كده برجليا اهو، بقعد بقى اعمل بيها كده اهو. كل شويه اسيبهم كده في قلب البانيو، واروح اطبخ، واروح جايه عليهم طول النهار. وبعدين المهم اسيبهم على البانيو يصفوا ميتهم، واشطفهم، احط الشطفه التانية برسيل الجل وانضفهم كده. وبعدين بقى على الحبل واقوم ايه نشرهم. يلا بقى، مين الشاطره اللي هتقوم دلوقتي تملى البانيو بتاعها؟ اهو طلعت بقى من البانيو. شايفين والله كانوا نضاف، يعني ما فيش بقع فيهم كتير، بس برضك يعني هي الميه مش وسخه، هي مجرد ان هي بس مكعكره شويه كده اهي اهو. قلبي انا خلاص، شوفوا بقى عدت عليها كام مره، شوفوا نضف ازاي. انا بس يا دوبك شديت السلسله من تحت البطانيه، فشدت الميه كلها. شايفين بقى ابيضت كده وبقت بتلمع وجميله. طبعا بان الفرق ما بين ما كنت حطاهم اهي. شايفين عندي بقى مكان فاضي هنا كده، مربع هنا كده، هشيله بقى احطهم هنا علشان يصفوا ميتهم اكتر، واعمل البانيو تاني ميه نضيفه للشطيف. طبعا بيبقى تحت ميه لسه، فبتبقى تقيله شويه اهو. بس ما يعتبروا يعني ايه، نزلوا ميه. طبعا في رواسب اهي من الميه عشان الميه صفت وهم جوه، بس كل ده هينزل ونحط ميه نظيفه اهو. انا بنضف الناحيه دي ونضفها كده علشان فيها تراب. عشان لما احطها ما تاخدش اي ميه. هبدأ بقى اشيلها اهو. تعبت عملتها اهو، شلت هنا وشلت هنا اهو. شايفين بيصفي بقى من هنا كده، اي حاجه تلاقيها عماله تصفي في قلب البانيو. هفتح بقى الميه اهو، هشطف كده البانيو، مش اي رواسب بقى تراب كده او اهو، عشان لما احط ميه نظيفه تبقى نظيفه خالص اهو. خلاص كده هبدأ بقى احط السلسله تاني، واحط السماعه دي، اقفل بقى كده وافتح. هتملى ميه نظيفه، عما البانيو يتملي يكونوا هما نزلوا الميه بتاعتهم من الجناب كده. هو مش فيها ميه كتير، بس على العموم اهو شوفوا يعني حاجه بسيطه بتنزل. يكونوا بقى اقوم حطهم ويتشطفوا. بس بقى حضرت معاكم هنا
برسيل الجل اهو، ريحته بقى ما اقولكوش. انا بعشق برسيل الجل ده والله، بيدي بقى، بيخلي البطانيه تدنها من السنه للسنه ريحتها حلوه. معلش بقى اعذروني، بعمل بايد واحده، مش عارفه اثبت الموبايل في الحمام. شايفين هي الروا يعني مع الميه الكتير ده هيبقى قليل قوي، يعني مع الشطيف مش هيبقى في رغوه كتير يعني، ومش هيبقى في مسحوق كتير زي التاني. انا كنت حاطه التاني، كنت حاطه كيس كامل من ابو عمرو، من الكبير ده اللي فيه حوالي نص كيلو، لكن ده مش هيعمل حاجه. عمل شويه رغوه كده اهو، بس كده كل ما الميه تكتر ما بتلاقيش رغوه. هو يدي ريحه بس في الشطفه الاخرانيه، هو رغوه عشان الميه كانت قليله، لكن لما يكتر هيبقى هو ولا يذكر يعني. تاني اهو، بجد بجد مرهق. هو اشيل البطاطين لوحدي واحطها مرهق شويه، بس انا عاوزه اخلصهم بقى وانا بطبخ كده عشان ايه انشرهم. بصراحه انا عندي بابا، فعاوزه بقى بعمل لهم الاكل. انتوا عارفين ان انا بعمل لهم الاكل، فقلت كده اخلص البطاطين و بجيب هنا بقى في البانيو عندهم الحمام واسع، بغسل عندهم. وبرده هعمل معاكم البطاطين بتاعتهم في يوم تاني بقى ان شاء الله، اجي اغسلها لهم واصورها معاكم كل واحد في يوم كده، ما ينفعش كله في يوم واحد. باجي من الشغل يا دوبك اطبخ لهم وامشي، فقلت استغل الوقت بقى والدنيا هتبدا تبرد، فعايزين نستغل شويه الشمس الموجودين عشان يخلوا بقى البطاطين حلوه كده وريحتها حلوه. اهو هسيبهم بقى شويه، اروح اشوف وابص على الاكل كده واجي. كومتهم برضك على جنب كده. بصفي الميه اهو، لما تصفي الميه خالص برضو اشيلهم بقى ايه يصفوا هنا كده. الحوض البانيو المره دي الميه نازله نظيفه جدا، ده اخر دور خالص يعني، دي اخر شطفه اهي. انا خلصت خلاص، حبيتش اجيب لكم بقى الشطفه الاخرانيه اللي بالميه عشان ما اطولش الفيديو قوي، فسبت بقى دي. بصراحه تعبت يعني، ما قدرتش اشيل دي، قلت هتنزل ميتها لغايه ما تخف خالص، بعدين ارفعها هنا برضو. وبعدين هجيب لكم بقى وانا بحطهم على السور كده، هنطلع فوق السطح خالص ونحطهم على السور. بنفض السور كويس وكل حاجه، واقوم حطاهم ينشفوا بقى لتاني يوم حاجه، واقوم شايله. طلعت بقى في السطح اهو، بنفض السور. البرامق بقى دي كلها بنفض كده علشان مفيش اي حاجه تبهدلها اهي فوق السطح اهي. بقى ادي واحده فرشتها، والتانيه اهي حطيتها على السور. لسه التالتة هطلعها بقى. معايا شوية مشتريات كده بسيطة جدا كانت فضلالي قبل المدارس، فقلت بقى اما اشارككم معايا يعني. انا معايا هنا، جبت هنا دي شنطة لرؤى علشان الحضانة اهي. هي جميلة وخامتها حلوة جدا يعني، ناعمة كده وقطيفة جميلة قوي. ليها سوستة من هنا صغيرة والسوستة كبيرة طبعا ما بتاخدش حاجة يعني. وجبت لها كمان اللانش بوكس ده، عجبني قوي خامته كبره كده يعني، بياخد مساحة كبيرة. فتح كده اهو، شايفين هنا، وفي هنا الجزء اللي هنا بيتشال في قلبه مقسم، يعني مثلا نحط هنا خضار، هنا فاكهة، هنا مثلا شرايح جزر او اي حاجة بقى، ممكن بونبوني سناكس اي حاجة كده نحطها هنا. وهو احلى حاجة فيه
الوسع بتاعه، يعني انا حاساه كبير ما شاء الله، يعني ياخد سندوتشات كبيره، مش على قد حضانه بس، يعني هو ممكن ينفع. هو ممكن للحضانه نجيب اقل من كده، بس انا بحب الحاجه واسعه يعني بتاخد راحتها، محبش ازنق سندوتشات او كده. ده يبقى للابتدائي جميل جدا. فانا بحب ان انا احط الحاجه تبقى واسعه براحتي، يعني احط هنا فاض مكان او ما فاضش يبقى براحتي. ابدأ بقى تحطي الجزء ده كده وبيتقفل، ما شاء الله عليه، يعني مساحته كبيرة وشكله جميل، والقفل بتاعه سهل جدا وهو من النوع البلاستيك الطري اللي هو ما بيقفش كده ويقطم معانا من اي حتة، ما شاء الله عليه يعني. حبيته جدا وشكله جميل اهو. دولي كده رقة، وجبت كمان لرقة كان مطلوب مننا كوبايات، فجبت لها الكوباية دي علشان تشرب منها في الحضانة. الحضانة بتاعتنا منعين الزمزميات علشان الكتب بقى ما تتأثرش وهم شايلينها، وانتوا عارفين بتوع الحضانة بالذات صغنطتين قوي، فممكن يفتح الزمزمية يشرب منها شوية والقفل يكون مهوي كده فبيبوظ الكتب. فاحنا مانعين بقى، وعندنا هنا بنشربهم، بيشرب كل طفل في الكوباية بتاعته، كوباية خاصة بيه. فجبت لها كام واحدة بس، هي دي اللي اديتها لها يعني للحضانة. جبت لهم ده استنى كده للاخر. جبت لهم برضو، جبت لزيزي ولوجي اللي في الابتدائي، زيزي 6 ابتدائي ولوجي 3. دي بتاعت لوجي. هي طبعا هتشوفوا كده ان مفيش فرق، بس انا هوريكم الفرق ما بينهم. هما طبعا حاطين اقلام بقى واساتيك قديمه وكده، لسه هنحط الحاجات الجديده، المدرسه بادئه. فاول ما اشتريتهم راحوا جابوا اللي هما مستعملين الاقلام وحطوها. دي بمغناطيس من هنا كده، من هنا كده مغناطيس. دي الجزء اللي هنا، دي بتتحط فيها الاقلام. معايا هنا برايه اهي، برايه للمقاسات الكبيره، وبرايه للاقلام الرفيعه. والناحيه التانية نفس الحكايه، بتتفتح كده برضو. حاطه هنا، جابت الالوان القديمه، هما فرحوا اول ما جايباها، لسه جايباها يعني. جابت الالوان القديمه وقعدت حطتها ومسطرتها. المهم ان هما دي بتاعت لويجي. عايزه اوريكم بقى بتاعت زيزي ايه الفرق ما بينها وبتاع لويجي. بتاعت زيزي برضو بتتفتح هي ونفس الحكايه. بتاعت زيزي بقى فيها آلة حاسبه. طبعا انتوا عارفين 6 ابتدائي فيها آلة حاسبه، ودي شغاله، يعني الآلة الحاسبه شغاله اهي. وبنقدر بقى نحسب كده، وبعدين بنقفلها من هنا كده. قفلت اهي. هي جايه هنا رسمه، بس اللي بيحصل فيها بقى هي بتلف كده. يعني مثلا لو انا عايزه، انا بعمل طبعا بايد وماسكه الموبايل. اوريكم بس كده، انا كنت بشوف اهي. دي بتتلف كده، تدخل الصوره ناحيه جوه. ممكن تحطيها وهي مقفوله، وبتقعدي بقى تحطيها كده قدامك وبتحسبي كل حاجه، وما تخلص بتقوم فاتحاها وتقوم لفه كده تاني اهي. طبعا شوفوا الصوره قلابه اهي، صوره جميله. بتتقفل كده، وبتبقى عباره عن صوره عاديه اكنها تكمله الصوره كده. ونفس الحكايه دي بقى لها زرار كده بيفتح، بتقوم فاتحه البرايه اهو اهي. وبتفتح كده، نفضي البرايات اهي. نفتح كده نفضي اللي بيطلع من الخشب من هنا. والناحيه التانية نفس الحكايه، ما فيهاش بقى اي حاجه، هي حاطه الحاجات الادوات الهندسه بتاعتها. يبقى كده احنا خلصنا المقالم. ندخل بقى، جبنا كوتشيات. ده الكوتشي بتاع لوجي اهو. سبحان الله، يعني حظها دايما يجي في الابيض. وكان كوتشياتهم برضو المرة اللي فاتت كانت بيضة. اللعنة طري جدا، جميل في اللبس بقى، بياخد ويدي معاه، مش ناشف كده، لا طري طري يعني، جميل جدا. ده منظر الكوتشي. هو كوتشي ابيض بس سادة، مفهوش الا الكلمة اللي بالاحمر دي اهو. فهو ده كوتشي بتاع لوجي. نيجي هنا بقى الكوتشي بتاع زيزي. هي قالت لي المرة دي عايزة اسود، فاختارت بقى الكوتشي ده. الكوتشي ده اهو الشكل اهو. ده اللون ده فسفوري كده فبيقلب الوان. فده الكوتشي، ده منظر الكوتشي اهو. دون ده كده كوتشي جميل.
الابيض، وده بتاع زيزي اهو، كوتشي اسود مع الالوان بقى اللي هي دي كده مع اللون الازرق. عاجب زيزي قوي يعني، هو ده اختيار زيزي وده اختيار لوجي. بحب ان انا اخليهم يختاروا، بس في نفس الوقت انا بختار لهم كام واحد يختاروا منهم علشان ببقى انا عارفه الخامه كويسه. طبعا الكوتش هنا طري كده وجميل، ممكن هما يختاروا خامه مش كويسه بس شكله عاجبهم. فانا بختار يعني مثلا اخترت لزيزي واحد ابيض كمان واحد اسود، يعني كام واحد بس يعني ايه عجبني، ولوجي برضو. حتى هي ذوقها كان جايب لون رمادي كده مش حلو، حسيته اولادي قوي. فانا قلت لها لا خدي، لا اما الابيض لا اما كان في الوان تانية كلهم ابيض بس اشكال بقى. فهي اختارت. وطبعا بقى يعني لازم اجيب حاجة للبيت يعني، فجبت الرول اللي هو السيلفر ده، اللي هو الحراري، اللي هو ما بيتأثرش بالحرارة. هبقى اعمل معاكم فيديو ان شاء الله نحطه على الرخامة، ونشوف كده مثلا لو هنحط حوالين البوتاجاز منه او هنحط فين منه. معايا اهو. انا كنت جايبه الرول ده حوالي ب25 جنيه. معايا هنا جبت البورتوفيه اهو. البورتوفيه ده بقى اهو، بفتحه كده بكبس كده اهو. بيتحط هنا الموبايل، وهنا مثلا بطاقة كارنيه حاجات من دي بتتحط هنا كده. دولي جيوب ليه اهو. بيتحط هنا بقى فلوس اوراق حاجات من دي يعني، جيوب كتير. وده جيوب بقى تحط فيها فلوس او كده الفلوس الكتيرة. هو بورتفيه جميل رقيق كده للخروج كده، يبقى شكله شيك في الخروج لو هتروحي مشوار قريب بسرعة كده. جبت كمان الشنطة دي. هي الشنط اللي نازلة عبارة عن ان هي صغنطوطة كده اهي من ورا اهي. بتتفتح بقى من هنا كده اهو. افتحها كده، ليها بقى 3 سوست اهو. يعني احلى حاجه ان انا بحب السوست المنفصله، او بحب الشنطه اللي فيها سوست كتير لان بحط في كل حاجه لوحدها. لكن اللي فيها سوسته واحده بحس ان كل الحاجات اللي بعينها هيصه ببعض كده وتتقلب على بعضها. الايد بتاعتها عباره عن ان هي سلسله، وفيها من هنا كده نفس قماشة الشنطة. فهي الشنطة بقى اما نقفلها كده هتبقى شكلها كده اهي. دي بتلف كده اهي، دي الشنطة. حبيت اللون اللي هو يعني ولا مدي رمادي كده رصاصي او جراي، زي الجينز مشبحة كده. بتنفع على لبس كتير، مش هيرتبط بلون معين. هي مش كل اللبس بس يعني اكترية الاغلبية تنفع عليهم. فيبقى انا كده خلصت بقى المشتريات. عايزة اظبط بس معاكم كده ارجعهم اهي كده. يبقى يعتبر المشتريات اللي انا جبتها اليوم اللي قبل الدراسة على طول، يعني احنا هنصبح نروح المدرسة. في حاجات كتير كنت جايباها وبصراحة نسيت اصورها، بس هي دي الحاجات اللي انا جبتها يعني اخر الايام. جبت المقالم، جبت الشنطة، جبت الكوباية، جبت الكوتشيات، اللانش بوكس. طبعا زيزي ولوجي الكبار عندهم لانش بوكس. انا بجيب اللي انا جبته جديد بس. اللانش بوكس كنت جبت في اخر السنه كده السنه اللي فاتت. برضو كان نوعهم حلو قوي، فعشان كده يعني كان الفتره قليله وما باظوش منهم، فقلت لهم خلاص مش هجيب تاني. جبت الرول والبورتوفيه والشنطه. لو عجبكم بقى مشترياتي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.